معروف عني من 2016 من ابتدائي لبرنامج أوضة وصالة، وأنا ما بتكلمش غير في موضوعين. الموضوع الأولاني وهو بتكلم عن فرش البيت والديكور والفن وبما يخص البيت وإزاي ننسق بيتنا، وده موضوع. الموضوع الثاني لما عملت برنامج هو وبس، كان سنة 2021، اتكلمت على العلاقات الأسرية، وكان برنامج خفيف لطيف. وعمري في حياتي ما طلعت انتقدت أي حد، وعمري ما هاجمت حد، لأن أنا ما بحبش الأسلوب ده في الإعلام. النهاردة لقيت نفسي لازم أتكلم، لقيت نفسي كفنان تشكيلي لازم أطلع وأقول عيب يا مها، عيب يا مها اللي عملتيه. ازاي يا مها تطلعي وتكذبي وقلبك يطوعك بالجراءة دي وتطلعي تسرقي أعمال فنية لفنانة حتى يا ريت مصرية، دي فنانة دنماركية. ازاي قلبك يطوعك؟ ازاي تعملي فينا كده احنا كفنانين تشكيليين؟ ده مصر هي اللي بدعت الفن. ازاي يا مها تحطينا في الموقف السخيف ده؟ عايز اقول لك يا مها، محدش بعد كده هيصدقك. انت كنا فاكرينك ان انت اعلاميه كبيره وكنا بنثق فيكي، لكن انت حطيتي نفسك وحطيتينا كلنا في موقف سخيف. ازاي تجرؤي تعملي ده؟ ازاي يا مها؟ وبعدين كمان يعني ذنبها ايه الاعلاميه اللي كلنا بنحبها منى الشاذلي ان تحطيها في الموقف السخيف ده؟ ازاي تطلعي وتضحكي عليها وتقولي لها انا ده شغلي وده فني وده لوحي، وبعد كده بمنتهى السهوله بمنتهى البساطه تطلعي وتقولي انا بعتذر؟ بتعتذري عن ايه؟ السرقه ما فيهاش اعتذار يا مها. ما ينفعش الحرامي بعد ما يسرق يعتذر وخلاص نقول خلاص سماح. يا مها انت خذلتينا، احنا مش هنقدر، يعني استحالة بعد كده هنقدر نثق فيكي. من فضلك يا مها بعد اذنك، يعني انا بطلب منك تقعدي في البيت وما تطلعيش على السوشيال ميديا تاني، لان محدش هيصدقك. ولو حابه ترسمي اقعدي اتعلمي، رغم ان انت لو حتى عملت لوح وكانت ممتازه وطلعتي وقلتي ده شغلي، احنا مش هنصدقك، لان احنا لينا سابقه معاكي. وانا فرحت بصراحه ان البرنامج بتاع مها الصغير اتوقف، لان هو محدش هيصدقها، وهي فعلا بتسيء لمصر والمصريين. واشكركم شكرا جزيلا، وتحياتي أشرف شندي.